النهاردة عندنا روبوتات بتمتلك صلاحيات أكتر منك أنت شخصيا. تعال وافهم القصة. في شركات دلوقتي بتستخدم حاجة اسمها ال MFA. ال MFA دي عبارة عن تأكيد هوية متعددة لروبوتات اللي شغالة بال AI. ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي بقى يملك صلاحيات على السيرفرات والشبكات الكاملة. يعني ممكن روبوت ينفذ أوامر إدارية أكتر من موظف بشري، وكل ده بدوسة زرار. الخطر هنا بجد بقى لو الاختراق حصل، الهاكر مش محتاج يدخل اصلا، الروبوت بيساعده على طول. طب انت حاجة زي كده تأمن نفسك بيها انت ازاي؟ بكل بساطة ان الروبوت دلوقتي، انت لو دلوقتي لما بتخش على موقع بتبص وتشوف حاجة اسمها انا لست روبوت او I am not robot. I am not robot دي انت تقدر تستخدمها وتفعلها عندك على البراوزر اللي بتستخدمه او على موبايلك. ده بالتالي انت بتبقى في امان. طب الهاكر لما بيخش ازاي البوت بيساعده او ازاي الروبوت بيساعده؟ بيساعده بكل بساطة انه معاه سكريبت معين بيحط عليه زي ثغرة، وهو بيتخطاها عادي جدا ومفيش مشاكل. فبالتالي هنا اصبح ان الروبوتات دي هي اللي بتساعده من غير اصلا ما يعمل حاجة. لو عندكم اي تعليقات يا ريت تكتبوها في الكومنت.